كنرحب بالجميع داخل الوطن وخارج الوطن، ونلتقي في هذا اللقاء المباشر باش أننا نناقشوا واحد الموضوع اللي هو خطير جدا. هو موضوع وضعت لي واحد العنوان وهو انتبهوا للحرب النفسية. يبدو بأن الكبرنات ومعهم إيران والأذرع ديالها وليزاريو أنهم غيروا الاستراتيجية وبداو كيحاولوا يجربوا مع المغرب الحرب النفسية. السلام عليكم الأخوات، أهلا وسهلا. شو هذا الفيديو هذا تقرير خطير جدا لوكالة الاستخبارات الأمريكية. هذا التقرير خديت منه واحد العنوان: على المغرب أن يستعد لنزوح ملايين الجزائريين قريبا. تقرير خطير. ملايين ديال الجزائريين غادي يمشيو للاتجاه نزوح. ملايين ديال الجزائريين غادي يمشيو. المغاربة استعدوا، راه غادي يهجموا عليكم الجزائريين. فانا قلت نجاوب الاستاذ الدكتور منار سليبي الخرايطي بعض الفيديوهات اللي ديال المغاربه ديالنا. ما غاديش نمشيو بعيد، غادي يمشي بزاف. خرج عبد الكبير مجهد، مواطن مغربي، دخل للسجن ماشي مره ماشي جوج، ودار واحد الفيديو خصكم شوفوا معي الفيديو. كنطالبك يا سادة الرئيس إلا باللجوء الإنساني، وبغيت نهرب من بلاد الدل، وبغيت نهرب أخوتي من بلاد القهرة، وراحنا مقهورين وراحنا مظلومين في المغرب، وراحنا مقهورين ومظلومين في المغرب أخوتي. وأنا كناشد بوليزاريو وكناشد الجزائر، وارحمونا من هذا الظلم واستعمرونا وبغيناكم تستعمرونا. وانا كناشد الجزائر وبوليزاريو، بغيناكم تستعمرونا، وراحنا مظلومين في المغرب، وراحنا مقهورين وعايشين اخوتي بدون حقوق الانسان. هذا هو المغرب. رئيسة مشيت للجمارك هاد الصباح قال لك رئيسة حكم عليك بجلالة الملك، وجلالة الملك كتحكم علينا بالظلم، وجلالة الملك راك مريض، وراه ربي غيزيدك مرض في مرضى جلالة الملك. وشوف من حالنا راه وانت هو اللي حاكمنا في هذه البلاد، وحاكمنا الا بالظلم وبالقهره، وراه قهرتينا في حياتنا. الله يقهرك في صحتك وفي ولادك يا محمد السادس، راه قهرتينا وكنطلب بالتحقيق ولا شي مسؤول ما يحقق معايا. ورئيسة دايره لي حيازه وضائع، وانا ما عنديش عيب الله، وانا ما عندي لا حيازه لا ظلم لا والو، وقهرتونا عيب الله. والله ياخذ فيك الحق ابو محمد السادس، والله ياخذ فيك الحق ابو محمد السادس، ظلمنا في حقنا، وانت ابو محمد السادس ظلمنا في حقنا. الله ياخذ فيك الحق، وغدا يوم القيامه نتحاسبوا معك، وربي نعذبك في الدنيا قبل الاخره من اجل الظلم والتظلم على المواطنين عباد الله. وهذا هو المغرب عباد الله. انا وليت كنطالب على حقوق كلب، وحقوق كلب ما عندناش في المغرب عباد الله، ووليت كنطالب على حقوق كلب عباد الله. ورحنا مقهورين في المغرب، ورحنا بدون حقوق الانسان، ورحنا في الزرواطه والقرعه هنا، ورحنا في الحباسات، ورحنا في الظلم. والله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق يا ولاد الحرام، يا اليهود يا المطبعين. الله ياخذ فيكم الحق، وربي نقدمكم في الدنيا قبل الاخره. وقيلها بدون تعليق، ياك بدون تعليق. الناس ما قال كذا
كده هنا الملك. مش الجزائر. هذه اللقطه هذه ماشي غير فقط المنار، حتى الاخت ديال الصباح اللي درت لها فيديو، الاخت خديجه، ها هو داخل المغرب وكيطالب انه يمشي للجزائر او لان الظلم صعيب اختي، الظلم صعيب، ولكن انت ما بغيتيش تعترفي به. حنا في المغرب شنو عندنا هذا عاش الملك، عاش محمد السادس، الله يحفظك، الله ينصرك، الله يعزك، عاش محمد السادس، الله يعزك، الله يحفظك، الدم ديالي نعطيلك، وعاش الملك. مواطن كيقول الدم ديالو، الروح ديالو، الكبده ديالو يعطيها لسيدنا. وعاش محمد السادس، والله يحفظك، والله ينصرك. كيفاش كيخرج عروقه الكفر بالله، نعطيه الدم ديالي، وهذا راه مسكين ما عنده ما ياكل، ما عنده حتى باش يغسل سنانو، ما عنده حتى باش يسقي سنانو، ماشي باش يغسل بزاف عليه. كاين واحد الفيديو قديم عنده شي 5 سنين ديال المغاربه اللي تاهما طلبوا اللجوء، انا حيت غادي نبين لك ديال النزوح ديال المغاربه القنيطره وديال الدار البيضاء، ياك يهزوا حوايجهم. هادشي ما كيبانش لك منار، كتقول لي انت تقرير امريكي استخباراتي كتقول ان نزوح، فين غادي يجيو الجزائريين؟ غير قول لي فين غادي يجيو. نشوفوا بعدا كاين هاد الميني فيديو غنقصروه باش ما نكونش طويل عليكم بزاف. شوف المغاربه شنو داز عليهم مساكن، شوفوا معايا. السلام عليكم. ان شاء الله غادي نمشيو للجوء الانساني، ان شاء الله كاع الشباب غادي يمشيو كاملين، وحنا مستعدين ان شاء الله نهار الجمعه مورا الفجر غادي نمشيو، حيت صافي حيت قهرنا، ملينا من هاد البلاد، ملينا من التشرد، ملينا من هاد الظلم والحقره في هاد البلاد. حنا صافي من هاد النهار صافي ان شاء الله نهار الجمعه مع 4 الصباح غادي نشدوا الطريق وغنمشيو على الاقدام ان شاء الله. وان شاء الله كنتمنى من الصحافه تتبعنا وتمشي معنا. كان من نهار دخلوا علينا القوه وانا مشرد في الزنقه، وانا مشرد في الزنقه، الدار مع ساكن مع خوادريه، عندها بيت وكوزينه، ما كنعس معاه 4 ايام وما 5 ايام دابا حاليا، ولا كنعس غير في الزنقه. ودابا حاليا انا مشرد، كاع الدراري مشردين، كل شيء الناس كاع كينعسوا في الزنقه، كاع شو السدادر فين كاينين، شو كاع السدادر فين كاينين. الماكله ما كناكلوهاش على خاطرنا، الماكله ما كناكلوهاش على خاطرنا. اش كنديروا؟ حنا ناعسين وما ناعسينش، ناعسين وما ناعسينش، ناعسين وما ناعسينش. وعاود جا عندنا البارح القيد، جا عندنا معاش، جا عندنا مع 12. اش قال لينا غادي تحيدوا من هنا، ما غاتش شردنا من المنازل ديالنا وبغى يشردنا من الزنقه. قال لنا غتحيدوا ولا ما غتحيدوش غادي نعتقلوكم. شنو علاش غتعتقلونا؟ علاش؟ انت خرجتينا، شردتيني من دارنا وريبتيها وجيت تعاود تعتقلني. علاش غتعتقلني؟ علاش؟ والله حتى علاش؟ صافي كنطلب حاجه واحده، يحلوا لنا البيبان نخرجوا من هذا البلاد. غادي يا خويا، انا ما نكذبش عليك، انا صافي، انا جمعت واحد الكميه ديال العناصر باش غنجي مع واحد البركه ونخوض البلاد هذه. هاد البلاد هذه ما صالحاش لينا، حنا ماشي مغاربه. انا كنقول وكنعاود ناكدها، انا ماشي مغربي. بر داخلين مع 4 الصباح بالفراده وجايين مهجينا من الدار. دخلت للدار ساد عليا في محالي انا وامي، وفي الاخر جايبين ماسيطه ضربوا عليا القفل، دخلوا عليا لداخل، داروا لي واحد الحاله لا يرثى لها. بركي كيضربوا فيا العنقي، هادو العساكر البوليس ساديني والعسكر كيضرب فيا. في الاخر داوني ستافيط، داوني 5 ايام من 7 الصباح حتى 10:30 ديال الليل، طالقيني جاي على رجليا. مني جيت كنلقى الدنيا مرونه بحال الدار ديالنا ما لقيتهاش، تصدمت. انا حاجه اللي كنقول في هذا المنبر هذا، حنايا ولاد الدرب كاملين وكاينين وحدين اخرين، حنا غادي نحيدوا من هذه البلاد الكحله. هذه بلاد كحله ماشي بلاد المغرب، انا كنسميها بلاد كحله. انا حاجه اللي كنقول البنادم، كنقول الناس اللي كيسمعوني يتهلاو ليا غير فمي. اما انايا راني غادي نحيد من هنا، معول على الموت، معول على اي حاجه. الوالده ديالي يتهلاو ليا فيها، الله يرحم لكم الوالدين وشكرا. جري عليه من دارو.